بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو الخضرة بتاعت القلقاس ما بتظبطش معاكي لازم تشوفي الفيديو بتاعي ده، هتظبط معاكي حتى لو انتي اول مرة تعمليه. طريقة سهلة جدا وفكرتها بسيطة جدا جدا، وهتنجح معاكي مؤكد. يعني ما ننساش قبل ما نتفرج على الفيديو نشترك في القناه ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. هنجيب شفشق الخلاط، هنحط نص كوبايه ميه، معانا حزمه كزبره كبيره. المقدار ده هيكفي حوالي كيلو ونص قلقاس. ومعايا كده حزمتين سلق مقطعه الورق. هاخد الكزبره كده هضربها في الاول كده في الخلاط مع الميه، وهبدا احط كل شويه بشويه كده من السلق دوت مع الكزبره، وهضربهم في الخلاط لما يتفرموا معايا كلهم كده بالمنظر ده. الطريقه دي سهله جدا وبيطلع مثالي جدا وطعم وكده، حتى كل عيالي الحمد لله بيحبوه. ضربنا كده كل الكميه، هنبدا طبعا نصفيها من الميه بالشكل دوت. هي طبعا فرصة كبيرة الأيام ديت في شهر طوبة كده بتبقى الحاجات دي كتيرة جدا، والموسم بتاعها بيبقى دلوقتي. يعني حتى لو انت مثلا حبيتي تخزنيه عشان رمضان أو يبقى موجود عندك، ممكن تعملي كمية وتعمليها كده مرة واحدة وتطلعي منها كل ما تحبي تعملي. القلقاس بتبقى مثالية جدا. هنصفيها من الميه خالص، يعني ما يبقى يعني نتاكد ان كميه كل ما هنصفيها من الميه كل ما هيتعمل معانا بسرعه. اما نيجي نحطه في الطاسه على النار هنصفيه من الميه تماما. الميه اللي احنا هنصفيها دي برضو مش هنرميها، هنحطها على الشوربه بتاعه القلقاس. بتدي بقى لون كده للقلقاس، كده لونه اخضر كده وطعم تحفه جدا. زي ما قلت لازم طبعا نصفيه كويس جدا من المية ونتأكد ان هو ما فيهوش مية خالص. والمية دي هنحطها على القلقاس، على الشوربة بتاعت القلقاس. كده بقى جاهز معانا ان احنا نسويه على النار. في طاسة كده على النار هنحط معلقة سمنة، يعني هنحط حوالي معلقتين سمنة. هنسخنهم على النار، وبعدين هننزل السلق والكزبرة اللي احنا عملناهم. هنخليهم على النار قد ايه؟ هنخليهم نص سوا، يعني 50% سوا 50% قبل ما نحط التوم. ريحتها قلبت البيت، ريحته تحفة جدا والطعم فظيع. جربي الطريقة ديت ومش هتندمي. بعد 50% من السوا هنحط التوم المفروم. ازاي هنعرف ان الخضرة بتاعتنا بتاعت القلقاس دي استوت؟ لما التوم ده يتحمر او يصفر كده معانا كده، يبقى الخضرة بقت مستوية. هنفضل كده نقلب لما تنشف معانا خالص الخضرة دي مع التوم، والتوم يتحمر. زي ما قلت ان احنا ممكن نعمل كمية على بعضها ونشيلها في الفريزر، بتبقى مثالية قوي خاصة لرمضان والايام دي. وتبقى مثلا حتى لو انت مش عايزة تخزنيه برضو، ممكن تعمليه وممكن يقعد اكتر من يوم في التلاجة، يبقى جاهز عندك وقت ما تبقي. يعني مثلا ممكن تجهزي الخضرة دي في يوم تبقى جاهزة عندك كده، وتعملي مثلا القلقاس تاني يوم، بتبقى يعني أكلة سريعة جدا. ده بقى شكله النهائي بعد ما التومة كده اصفرت، وهو ده اللون اللي احنا عايزينه من الخضرة بتاعت القلقاس.